السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض القرص الفلاحي. هنعملها حلوة جدا ان شاء الله، هتعجبكم، سهلة وبسيطة وكل المكونات بتاعتنا تقريبا موجودة في البيت. انا هعمل النهاردة كيلو دقيق، هحط له بقى معلقة كبيرة كده لبن بودر، معلقة سكر، معلقة خميرة ده للكيلو، وبعدين معلقة صغيرة بيكنج باودر، يعني رشه من الملح. وبعدين هنا بقى انا بحب احط له ايه، لو في زبادي عندنا، لبن رايب، حتى لو اللبن عندنا راب كده ممكن نعمل بيه، حاطه له كمان ضايفه له معلقتين من القشطه، بيبقى حلو جدا. بنضيف له بقى ايه، الكيلو اللي انا هعمله ده كوبايه زي ما انتم شايفين كده، كوبايه معياريه من دي، فيها زيت على سمنه، مسيحه لها زيت على سمنه، يعني نصها ونصها حسب ما انتم حابين. وهنعمل بقى مع بعض على طول المقادير. حابين تضيفوا لبن، بس انا حاطه لبن بودر وزبادي والقشطه، كل ده بيديله صراحه طعم حلو. ممكن بقى تحطوا الدقيق ونحط كمان عليه كل المكونات الجافه ونشتغل. وممكن نعمل حاجه تانية برضو تكون ظريفه، نحط المقادير السايله مع بعضنا كده، نحط كده الزبادي مع القشطه، واحط اللبن البودر مع السكر والخميره. هستنى شويه طبعا على الملح بيكنج باودر، وهحط شويه من الميه، وهنديله تقليبه بسيطه. يفضل طبعا واحنا شغالين ما نحطش كل الماده السائله، لو هنعمل بلبن ما نحطش كله في البدايه ونحط الدقيق، بنحط على قد بعد كده الدقيق ما ياخد معانا. وكمان هضيف له جزء كده من الزيت والسمنه اللي احنا مجهزينهم، والباقي هنحطه بقى مع الدقيق لما نيجي نعمله. اديله برده تقليبه كده، وبعدين هنزل بقى ايه على طول بالدقيق. هو سهل جدا، القرص من الحاجات السهله جدا. هحط عليهم بقى البيكنج باودر والملح، وبعدين هنبدا على طول ايه، نسمي الله ونعجن. لو حابين بقى تختبروا الخميره، بس الخميره الجافه بتبقى احنا عارفين ان هي بتبقى يعني شغاله، واحنا حطيناها طبيعي في الماده السائله مع اللبن. لكن لو حابين تختبروها، في الاول بتحطوا لها شويه من السكر مع جزء من اللبن كده وتحطوهم على النار. حطيت بقيت بقى السمنه والزيت، وهنبدا بقى ايه، نعجن كل الخليط بقى ده مع بعض. بصوا بقى اللبن مع القشطه والزبادي بيدوا للقرص صراحه طراوه، بتبقى حلوه جدا. لما تيجي بقى تسووها كده وتاكلوها بتبقى في منتهى الروعه. لما بنيجي نعمل الحاجات دي بصراحه، لو احنا بنجيب اللبن اللي هو العادي وبنسيب القشطه بتاعته في الفريزر، بناخد جزء منها كده ونخليه للمخبوزات اللي هي دي، يعني نخليه بنحط له للقرص، القراقيش، الحاجات دي القشطه بتبقى روعه فيها. بصوا هوريكم بقى قد ايه القوام بتاعها. ده الكيلو دي اللي احنا عملناه مع بعض. بصوا بقى عامله ازاي العجينه في منتهى الجمال. خلاص انا هعمل فيها ايه، احنا طبعا في الحر، فلو احنا في الشتاء بنسيبها تريح شويه، ما بنسيبهاش تتضاعف، بنسيبها تريح شويه مش زي العيش. لكن احنا الجو اللي من دول حر، فبنعملها ايه على طول كده. هبدا ان شاء الله اشكلها معاكم وهتطلع حلوه جدا، بس بعد ما بنشكلها طبعا بنسيبها تريح شويه قبل ما بنحطها في الفرن. بس بقى هنبدا بقى ايه نشكلها. هي سهله، والعجينه والله حلوه جدا. بصوا العجينه بصوا، برغم ان هي ما ريحتش، بس العجينه في منتهى الجمال. طالما احنا خادمين صراحه الحاجات اللي زي دي، لما بتحطوا لها المقادير حلو وبتخدموها بصراحه بتبقى طعمها جميل جدا. بصوا بقى بنعملها كده وعلى طول، ونحاول يعني ايه نخلي القطع بتاعه القرص كلها مقاسها واحد كده. بندخل العجينه كده جوه بعضها كده. اهي. وبرده احنا هنسيبها المفروض بتريح تاني، بس هنخلي بالنا في الصيف الحاجات المخبوزات ما بتاخدش وقت في تريحها، يعني على طول بنخلي بالنا، يعني تقعد حوالي ربع ساعه كده وبعدين نحطها في الفرن.
هنفردها بقى كده فرده بسيطه، وبعدين بقى عشان نديها برده شكل حلو عشان ما تنتفخش قوي، يعني نديها تغريزات بسيطه كده. ممكن كمان تاخدوها كلها كده. بيدي شكل حلو في نفس الوقت برضو. لو احنا حابين بقى عشان خاطر ما نبقاش عايزينها منفوخه قوي، فايه نديها بس كده كام نغزه كده، وهسيبها بقى تريح. وبحطها في درجه حراره 200 250 حسب بقى طبعا الفرن كل واحد. شايفين بقى القرص طالعه حلوه ازاي، جميله جدا. وكمان بصوا تسويتها، بصوا منتهى الروعه، حلوه قوي. وكمان في نفس الوقت طعمها بصراحه روعه. المقادير اللي احنا قلناها النهارده للقرص في منتهى الجمال. جربوها بقى ان شاء الله، حلوه جدا على الفطار، على العشاء، فنجان شاي جنبها، هتبقى في منتهى الروعه. ان شاء الله تعجبكم باذن الله، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.